اذا عندك عرضه وحبيتي ديري لهم تحليه تحمر لك وجهك عليك وعلى هذا التحليه تاع لي فراز اللي ما تخطينيش خاصه في رمضان، سجلي الوصفه على بالي راح تحتاجيها. تبداي ترحي 3 كيسان بسكويت كيما راكم تشوفوا، تزيدوا لافاني، انا نستعمل طابات بخو مع كاس زبده ذايبه. تقسمي البسكوي على زوج، تحطي الطبقه الاولى تسويها مليح وتخليها في المجمد. وللكريمه راح نستعمل 300 غرام فرماج ريجيم ولا بتي سويس مع 100 غرام حليب مكثف محلى ونزيد لافاني. وفي بول اخر راح نطلع 300 غرام كريم فريش مع زوج معالق كبار سكر غلاس، ونخلط كريمه تاع الفرماج مع لا كريم فريش اللي طلعتها. واخر حاجه نزيدها هي ورقه جيلاتين اللي كنت ذوبتها في شوي ما بارد. هاد الجيلاتين تخلي الكريمه تجي متماسكه بصح تقدروا تستغناو عليها. ونحط نصف الكميه تاع الكريمه ونجيب لو فوغاج تاع بات بخو اللي بذوق الفراوله، هذا فيه قطع تاع فراز بزاف بنين. نحط كميه مليحه منه نمشيها ونزيد نصف كميه البسكوي اللي كنت خليتها مع الاول، ونكمل نصف كميه الكريمه اللي كنت خليت. نخلي التحليه تبات ليله كامله في الثلاجه، وغدوه صباح نحط 50 غرام فلان تاع لي فراز مع كاس ماء ونحطه على النار يغلي. بعدها نزيد طبقه تاع لو فوغاج تاع بات بخو، وكي يدفى الفلان نفرغو نخليه يبرد ويتماسك ونقدم التحليه نتاعي. انا هذا التحليه نسميها طبقات التشيز كيك. تقدروا تفننوا في الاذواق كيما حبيتوا، لازم تجربوها ولا تخبيوها لرمضان. وهذا ما كان.